رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. ورمضان كان زمان أحلى من كده بكتير، لأن كنا متجمعين كلنا، الأسرة والأولاد وإخواتي وولاد إخواتي وكده يعني. غير دلوقتي كل واحد في حاله، لكن زمان كان أحلى. بالجيران يخبطوا عليكي في السحور، يشوفك عايزة حاجة، ومسحرات يدور تديله فلوس. بيبقى جميل قوي بالليل في السحور، بيخبط عليك وينادي باسم ولادك وولادي وكده يعني. ايام زمان كنا بنتجمع كلنا انا واصحابي بتوع الجيران، نعمل زينة رمضان، نعلقها ونجيب الولاد ونمشي بالليل بعد المغرب بالفوانيس، ونتجمع في صلاة التراويح ونلم بعضينا كلنا ونروح هناك ونصلي صلاة التراويح، وبعد كده نتجمع كلنا مع بعض ونتسحر ونلم اصحابنا والبنات بتوع الشارع وكلنا نقعد جيران مع بعض. وكنا نجيب الزينة والورق ونقطعها ونعمل زينة رمضان ونعلقها. حتى لما اتجوزت بعد كده بقيت مفتقده الجو بتاع رمضان، ان انا عايزه الم صحابي واقعد اعمل الزينه والم الولاد ولادي ونجيب الزينه ونقطعها ونعملها، وعلق برضو النور وعلق الفوانيس زي ايام رمضان بالظبط. بس الفرق بقى ان انا كنت الاول مع اصحابي، مع الجيران، مع قرايبي واخواتي الصغيرين. دلوقتي بقى افتقدت كل ده. دلوقتي بقيت اعمله مع اولادي، لازما كل رمضان اعلق الفوانيس، اعلق الفروع بتاع الزينه، اعلق النور. الجميل في رمضان ان احنا دايما بنتجمع، الناس كلها بتبقى في حالة مختلفة عن اي شهر تاني اصلا. يعني انا مثلا دلوقتي رمضان لما بنتجمع فيه غير زمان. لو انا مفتقد حاجة زمان، مفتقد وجود الناس الكبار زي ستي الله يرحمها، زي ناس كانت موجودة. الشارع القديم لما كنا في بيت صغير، بس اللمة كانت اكبر من كده بكتير. اصحابنا واحنا صغيرين غير دلوقتي انا بقيت رب اسرة مسؤول عن بيت. زمان كان افضل كتير، حتى الروحانيات بتاعت رمضان كانت اكتر من دلوقتي اكيد بكتير يعني. رمضان من أجمل الأيام اللي بتمر علينا في حياتنا، بالذات لما نتجمع مع الأسرة. زمان كنا بنتجمع الأسرة، كانت أكتر، كانت العيلة بقى الخالات والعمات والجدات الكبار الله يرحمهم، وأكلهم وريحة الأكل اللي كنا بنجيبه من آخر الشارع. أنا بحب الأكل البيتي أكتر. يعني الأيام دي أو رمضان الحديث اختلف بالنسبة لنا، إن احنا اتجوزنا وكبرنا وبقينا احنا ربات أسرات. احنا مسؤولين بقى عن البيت وعن الاولاد وعن الاكل، ولازم حتى لو هنموت من الجوع، لو حتى عندنا شغل عندنا اي حاجه، التزامنا ان احنا نعمل لهم الحاجات اللي بيحبوها. بحب رمضان اكتر عن عن ايام السنه. شهر رمضان ده زي ما ماما قالت، بابا بياخدنا امام سيدنا الحسين بيفطرنا هناك، والتجمع مع اصحابنا تحت بنعمل زينه رمضان. بيبقى احساس جميل يعني، غير اي احساس تاني. وبنقعد بتبقى اللمة على الفطار غير اي لمة برضو. فالموضوع جميل. شهر رمضان بيبقى شهر جميل جدا علينا. تيتا كانت تحكي لي ان دايما يبقى في طبق كده هو مخصص بتاع رمضان، يفضل منتشر في الشارع كله لكل الناس، وحتى هم يبدأوا ينسوا هو بتاع مين في الأساس أصلا. وكانت بتحكي لنا ان هم مثلا في اللمة بتاعتهم يعملوا أكل معين، ازاي يتجمعوا، ازاي العيلة كانت بتحب بعض كده، لأن ما كانش فيه الانشغالات بتاعت دلوقتي. انما دلوقتي بقى في تلفزيون، بقى في موبايل، كل واحد مرتبط بحياته الخاصة اكتر من زمان. زمان كانوا بيحبوا يتجمعوا اكتر. انا دلوقتي احكي عن رمضان بتاعنا. دلوقتي شايف ان في اختلاف كبير بين رمضان في الايام بتاعتنا وايام تيتا. بس شايف ان انا بالنسبة لي ان رمضان جميل عندنا، واننا بنتجمع وبنحاول نعمل تقاليد زمان، بس طبعا مش قادرين نعملها بسبب التطور اللي حصل، التلفزيون والموبايل وكده. بس على الأقل كلنا بنتجمع وبنحاول نوصل للموضوع ده. الصلاة طبعا بابا بيجمعنا، وماتشات بقى والحاجات دي، والقرآن بعد المغرب وبعد العشاء بعد صلاة التراويح بابا يجمعنا، ولازم نقرا مع بعض قرآن ونصلي. انا مثلا روتيني في المذاكرة في رمضان يبقى بعد الفجر. انا افضل ان انا اذاكر بعد الفجر، نصلي الفجر ونقرا قرآن وبعد كده نبدأ نذاكر، بيبقى العقل شغال اكتر. بحب رمضان لكذا حاجة يعني، بستنى رمضان أصلا من السنة للسنة عشان كذا حاجة. يعني مثلا زي صلاة التراويح، الفطار مع العيلة،
القعدة مع الصحاب مثلا، الخروجات، النزولات، الحاجات اللي زي كده. فالحاجات دي بتبقى حلوة ومميزة في رمضان بالذات عشان مش بنكررها في أي وقت تاني. وكمان القعدة بيبقى ليها طعم وميزة حلاوة كده مش بتبقى في أي وقت تاني. من الحاجات اللي بحبها جدا في رمضان صلاة التراويح وقراءة القرآن. وكمان بحب زينة رمضان اللي بنعلقها في الشوارع. بحب رمضان عشان بنتجمع فيه ونتسحر فيه وبنفطر فيه كلنا مع بعض، وبستناه كل سنة. بحب رمضان عشان انا وبابا بننزل نجيب الفوانيس وبننزل نعلق الزينة وبنلعب مع اصحابنا وننزل معاهم، وبحب كمان انزل اصلي في الجامع. رمضان في مصر حاجة حلوة، وبحب الزينة تتعلق في الشارع وانا واصحابي بنلعب وولاد عمي وكله، وبنجيب الفوانيس والزينة. الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مفاتيح عقلي مني حيجنني. الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مفاتيح عقلي مني حيجنني. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. اللحمة 3 اشكال وطيور بجنيه وريال، ويوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلى بتونة، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير، وبلاش بعزق وبلاش تبذير وبلاش تبذير. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير، وبلاش بعزق وبلاش تبذير وبلاش تبذير. اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيان ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان، دي نصيبتي دي. عالم فهموه رمضان مع